العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 19 مواطن بفيروس كورونا اليوم. جهود لتخفيف الإصابة بالإيدز بأقل من 50%. فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في شمال ألمانيا يعقد اجتماعها السنوي. بلينكن يدعو الصين إلى وقف الأعمال العدوانية خلال زيارته لإندونيسيا. البنتاغون يقرر عدم معاقبة عسكريين متسببين بمقتل 10 مدنيين في أفغانستان. رئيس كوريا الجنوبية يطلب دعم أستراليا لتحقيق سلام دائم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليمين الأوسط وجنوب البحر الأحمر قد أظهرت إصابة 19 مواطن بفيروس كورونا، وظهر 17 إصابة في الأقليم الأوسط، 6 في مراكز العزل و11 في مراكز الفحص، 2 منها في عداق حموس و1 في كل من عداق عربي وقشات وسنبل و6 أنت أوتو وتعدى كريستيان وغزباندا، وإصابتين لقادمين من كرن وإصابة واحدة لقادم من عدخالة، وكذلك إصابتان في مراكز الفحص في عصب بأقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شوفي 9 مرضى كورونا، 8 من الأقليم الأوسط و1 من أقليم جنوب البحر الأحمر. وتوفي مريض كورونا من الأقليم الأوسط يبلغ من العمر 68 عاما. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7675، شوفي منهم 7449 وتوفي 64 مريضا، فيما لا يزال 162 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 14 من ديسمبر 2021. أعلنت وزارة الصحة أن الجهود مستمرة لخفض الإصابة بالإيدز الموجودة حاليا أقل من 1% ب50%. وأوضحت مسؤولة مكافحة الإيدز في الأمراض التناسلية في الوزارة الممرضة نيغستيتاس ميكائيل في مقابلة مع إيرينا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز أنشطة التوعية الجارية وتحسن أوضاع الإصابة بالإيدز في البلاد، غير أن عدد الإصابة الموجودة في جزء بسيط من المجتمع يتطلب مضاعفة الجهد. وذكرت أن نسبة الإصابة بفيروس الإيدز 0.36% في البلاد، وتنفيذ برامج مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة لخفضها بمستوى النصف. ودعت للعمل المنسق ضد جوانب التميز للحد من الأضرار النفسية والاجتماعية التي يسببها المرض. وقالت إن الاستراتيجية الأساسية لوزارة الصحة خفض الإصابة بالإيدز إلى الصفر، وبدء المصابين سريعا لأدوية مرض الإيدز، وإنهاء التميز ضد المصابين. وأوضحت أن من المهم القيام بأنشطة التوعية المكثفة في الجزء البسيط من المجتمع المعرض للإصابة بمرض الإيدز بعد تجميد النشاط الذي كان بسبب وباء كورونا. وقد تم البدء بوسيلة مكافحة جديدة في الإقليم الأوسط. وذكرت أن عدم معرفة الأوضاع الصحية وعدم اتباع الوسائل الجيدة لتناول الدواء والتميز من التحديات الرئيسية، وناشدت للقيام بعمل جاد في الحدود مع تنقل المواطنين والتوعية لإجراء الفحوصات الطبية الدائمة، مؤكدة وجود الأدوية ووسائل المكافحة في كل الأماكن. عقد سفير إريتريا في يوغندا السيد محمد سليمان اجتماعا يوم 12 من ديسمبر للإريتريين المقيمين في كامبالا وضواحيها. وقدم السفير سليمان في الاجتماع الذي عقد بشعار التعبئة كضرورة مرحلية شرحا حول الأوضاع في البلاد والمنطقة، بالتركيز على البرامج الأمنية والسياسية والدبلوماسية والتنموية والعدائيات ضد إريتريا وبرامج التصدي الموحد. ودعا السفير محمد سليمان الإريتريين في أوغندا لتعزيز الوعي والتنظيم ورفع قدرات التصدي للعدائيات والتحديات والمشاركة النشطة في جميع البرامج الوطنية.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية التوضيح المقدم في القضايا الآنية. أوضح مكتب التعليم في إقليم عنسبة في التقييم الذي أجراه للعام الدراسي 2020-2021 أن نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة ارتفعت بنسبة 8%. وأوضح ممثل مكتب الامتحانات الوطنية في إقليم عنسبة الأستاذ حامد سعيد في التقرير الذي قدمه بالرغم من أن النتائج مشجعة فإنه يتوجب التعرف على أسباب تدني النتائج في مديريات حمل مالو وهابورو وحلحل وقلب وإيجاد الحلول العاجلة لها. وذكر التقرير أن قلة المعلمين في الريف وعدم جودة الخطط التعليمية الأسبوعية والسنوية وتدني اهتمام أولياء الأمور والطلاب وغياب الطلاب والمعلمين وبعد القرى عن المدارس وعدم وجود المكتبات في أغلب المدارس وتدني ثقافة القراءة من الأسباب الرئيسية لانخفاض نتائج الطلاب المحتاجة للحلول. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن قلة المعلمين المذكورة سابقا قد وجدت الحل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة، داعيا جميع الشركاء عامة ومسؤولي التعليم والمشرفين التربويين خاصة لتقوية الجهود لتحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة. ودعا الاجتماع للقيام بدراسات وتحليل معمق للقضية وخلق وسائل رفع قدرات المشرفين التربويين والمدراء والاهتمام بالبنية التحتية غير الملائمة في المدارس. وقال المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى نايب في ختام الاجتماع أن تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم عنسبة يستدعي القيام بالدراسات. وقدمت في المناسبة جائزة أورياج وجوائز تشجيعية أخرى للطلاب المتفوقين. عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في شمال ألمانيا اجتماعها السنوي يوم 11 من ديسمبر عبر الاتصال المرئي لتقييم أنشطته وبحث برامج العمل الجديدة. وقيم الاجتماع الذي شارك فيه القائم بأعمال السفارة الإريترية وقنصل إريتريا العام في فرانكفورت ومسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية وآخرون قيم الأنشطة المنفذة وتحدياتها مؤكدا على العمل للمشاركة والمساهمة في القضايا التي تطلبها المرحلة. وقدم مسؤولو المجموعات تقارير عن الأنشطة المنفذة في الشؤون السياسية والاجتماعية والتنظيمية وغيرها اتفقوا على برامج العمل لإصلاح القصور والدفع بالمميزات. وقدم القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد يوهانس ولدو توضيحا بشأن الأوضاع في البلاد والمنطقة، كما قدم مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد كحساي تولدي تقرير عن الأنشطة المنفذة لتنمية صندوق مكافحة وباء كورونا ومساعدة أسر الشهداء، وشرح برنامج عام 2022. من جانبه أوضح قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبر أبتخستي أهمية القوة الداخلية، وقال يتوجب على تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تمتين الصفوف والتنظيم وتنفيذ أعمال تضاهب المرحلة الحالية. وأكد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في شمال أمريكا في ختام الاجتماع على الاستعداد لأعلى مستوى التصدي. دعا مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي لتعزيز دور إدارات الضواحي والجهات المختصة لتنفيذ كامل لبرامج إصحاح البيئة للحد من الأمراض المعدية في مديرية مايعيني. وأشاد مسؤول إصحاح البيئة في المكتب السيد مدهاني جبر ميكائيل في مناسبة تدشين القرى التي أمنت نظافة بيئتها بالعمل الذي قامت به القرى مذكرا لضمان استمراريته. وأكد السكان على أهمية البرنامج وسيعملون لتنفيذه بالكامل في جميع القرى. وحث مدير مديرية مايعيني السيد أحمد عثمان لمتابعة تنفيذ البرامج في جميع القرى، مشيدا بالمهام الذي نفذها أعضاء اللجنة. اختير متسابق الدراجات الهوائية المحترف بينيام قرماي أفضل متسابق أفريقي لعام 2021 للمرة الثانية.
تجدر الإشارة إلى أن المتسابق بنيام جرماي البالغ من العمر 21 عاما قد حقق انتصارات باهرة في مختلف السباقات الدولية هذه السنة. وقد حقق المتسابق بنيام بصفة خاصة الميدالية الفضية في بطولة العام 87 للدراجات تحت السن 23 التي نظمت في بلجيكا في شهر أكتوبر الماضي. وكان المتسابق بنيام جرماي الذي انضم هذه السنة إلى فريق إنتر ماركي البلجيكي قد اختير السنة الماضية أيضا أفضل متسابق على مستوى أفريقيا. وتقدم جائزة أفضل متسابق أفريقي للدراجات الهوائية بآراء المدربين المعروفين والصحفيين. وقد حصل المتسابقون الإريتريون على جائزة أفضل متسابق أفريقي عام 2012 المتسابق نتنائيل برهاني، وعام 2014 مكسب دبساي، وعام 2015 دانييل تخل هيمانوت، وعام 2016 تسفوم عقبة مريم، وعامي 2020 و2021 المتسابق بنيام جرماي. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جاكرتا الإندونيسية الصين إلى وقف أعمالها العدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مسعى لإعادة التركيز على هذه المنطقة التي تقع في صلب السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن في وقت تطغي عليها عدة أزمات أخرى. وقال بلينكن في خطاب ألقاه خلال زيارته إلى إندونيسيا: إننا مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على 3 تريليونات دولار كل عام. وأكد مجددا خلال جولته الأولى في جنوب شرق آسيا والتي ستشمل أيضا ماليزيا وتايلاندا تمسك واشنطن بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان الذي بات أكثر من أي وقت مضى في صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم. وشدد بلينكن عن رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدا حماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص بلا ضغط أو ترهيب. أعلن البنتاغون أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا في القارة الجوية التي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال في كابول في نهاية أغسطس خلال الانسحاب الفوضوي للقوات الأجنبية من أفغانستان. وصرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيبري إنه لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية، مضيفا أن ما حدث كان خللا في عملية اتخاذ القرار والتنفيذ ولم يكن نتيجة إهمال أو خطأ أو قيادة سيئة. وحصل الجيش الأمريكي على معلومات تفيد بهجوم محتمل من قبل تنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف عمليات الإجلاء قرب مطار كابول، فقرر استهدافها ما اعتقد أنها سيارة مليئة بالمتفجرات بطائرة مسيرة. طلب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن دعم أستراليا المستمر لجهود سول لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية خلال زيارته الرسمية التي تستغرق 4 أيام. جاء ذلك خلال لقائه مع زعيم المعارضة الأسترالية وأحد أعضاء حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانيز وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، حيث طالب من حزب العمال أن يهتم ويدعم استقرار الجالية الكورية ونموها في أستراليا. وكان الرئيس الكوري قد اتفق مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في صناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية من بين مجالات أخرى.
قالت الشرطة الهندية إن 2 من أفرادها قتلا في هجوم نفذه مسلحون على مشارف مدينة سيراناجار الرئيسية في الجزء الخاضع للهند في إقليم كاشمير. وأفادت شرطة كشمير الهندية بأن مسلحين فتحوا النار على مركبة للشرطة، مما أدى إلى إصابة 14 فردا على الأقل. لفظ 2 منهم أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجراحهما. وتطالب الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على كشمير الواقعة في منطقة الهيمالايا، لكن كلا منهما يسيطر على جزء منها. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 19 مواطن بفيروس كورونا اليوم. جهود لتخفيف الإصابة بالإيدز بأقل من 50%. فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في شمال ألمانيا يعقد اجتماعها السنوي. بلينكن يدعو الصين إلى وقف الأعمال العدوانية خلال زيارته لأندونيسيا. البنتاغون يقرر عدم معاقبة عسكريين متسببين بمقتل 10 مدنيين في أفغانستان. رئيس كوريا الجنوبية يطلب دعم أستراليا لتحقيق سلام دائم. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.